هو ليه الناس بتقعد أيام وأسابيع وشهور وسنين علشان تيجي العيادة للطبيب أو المعالج النفسي؟ ليه لما بتحس إن أنا عندي خلل ما في طريقة تفكيري أو طريقة مشاعري أو إحساسي ما أروحش للطبيب النفسي؟ ليه تروح للدجال تحكي لناس هي مش مؤهلة إن هي تساعدك؟ وخلينا واقعيين، أنت من جواك بتبقى عارف كويس إن هم مش هيساعدوك. ماله الدجال وماله إحساس الاكتئاب أو القهر أو التوتر أو الفوبيا؟ هيعمل لك إيه؟ هل العمل والسحر هو المبرر؟ السحر موجود في الدين بتاعنا واحنا كلنا مؤمنين بيه، لكن هل انت مؤمن ان اللي حواليك دول سحرة؟ كانوا نفعوا نفسهم. اللي حواليك مش سحرة، اللي حواليك دول دجالين ونصابين، هم اللي بيعرفوا ياخدوا منك المعلومة ويعرفوا يوصلك لمرحلة القناعة التامة انك تصدقه، لكن هو لا هيعرف ينفعك ولا هيعرف ينفع نفسه. خلينا يا جماعة خلاص نآمن بالعلم والمنطق. النعمة اللي ربنا عطاها لنا وهي نعمة العقل. انت عندك مشكلة في قلبك بتروح لطبيب قلب، عندك مشكلة في عربيتك بتروح للميكانيكي، عندك مشكلة في مشاعرك، في طريقة تفكيرك، في شخصيتك، في علاقاتك بالناس، أو حتى ساعات كتير علاقتنا بربنا بتبقى مرتبطة بالجانب النفسي والشعوري بتاعك. أول ما تحس بخلل تعال نزور طبيب نفسي أو نحدد ميعاد مع معالج نفسي ونناقش مع الأفكار. مش بالضرورة إنك تطلع من العيادة عندك اضطراب نفسي ما أو لازم أديك تشخيص. أنا وظيفتي إني أكون محايد وأمين وعادل معاك، أقول لو في اضطراب نفسي طبقا للمعايير التشخيصية أو مفيش اضطراب نفسي. مش من مصلحتي إن أنت تعاني. أرجوك النصيحة النهائية، شرفنا في يوتوبيا لو أنت حسيت بأي اضطراب نفسي أو أي خلل أنت مش فاهمه تعالى نتناقش فيه، وإن شاء الله هنوصل لحل ونوصل لخطة نعرف نخلي حياتنا أفضل.